بالنسبة للوتر، الأصل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين ثم يوتر بركعة، ركعتان ثم يصلي واحدة. هذا هو الأصل وهذا هو الثابت، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ثلاثا مع بعض بتسليمة واحدة، وإنما ثبت عنه صلى خمسا بتسليمة واحدة، ولا يجلس إلا في الخامسة فقط، ما يجلس في الرابعة ولا في الثانية، في الخامسة فقط يجلس، يعني الأولى ويقوم، الثانية ويقوم، الثالثة ويقوم، الرابعة ويقوم، الخامسة يجلس يقرأ التشهد، يعني تشهد واحد ويسلم. وثبت عنه صلى سبعا بسلام واحد، أيضا جلس في السابعة، وقيل جلس في السادسة والسابعة. وثبت عنه أنه صلى تسعا بسلام واحد، جلس في الثامنة وجلس في التاسعة وتشهد ثم سلم صلى الله عليه وسلم. ثلاث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاءت آثار عن الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك قال أهل العلم لا مانع، لأن في النهاية هي نافلة، وصلاة النوافل يترخص فيها، فقالوا كما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا بسلام وسبعا بسلام وتسعا بسلام، فلا مانع يصلي ثلاثا بسلام أيضا. لكن الذين قالوا هذا قالوا لا يجلس التشهد الأول، ما في التشهد، أيضا ثلاث ويسلم، يعني جلسة واحدة فقط.